لو أي حد النهارده بيفكر يجيب جهاز يلعب عليه أو حتى يتعلم عليه مونتاج أو أي مهارة تفيده بيتصدم من الأسعار، فعشان كده الحل الوحيد اللي بيكون قدامه الاستيراد أو المستعمل، لأنه فعليا هو الحل لفئة كبيرة جدا من الناس وخاصة عندنا في مصر. بس طبعا مش كل حاجة وردية، لازم تخلي بالك وأنت بتشتري، فعشان كده خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. احنا دلوقتي في زمن اي حد بيفكر يجيب تجميعة بيلاقي الاسعار مش طبيعية خالص، يعني كيسة فاضية بيقول لك عليها اقتصادية بتلاقيها ب4 و5000 جنيه، وده طبعا رقم مش منطقي لناس كتير، وعشان كده معظم الناس اتجهت لحل اقتصادي جدا وهو كيسات الاستيراد. انا هقول لك على افضل الكيسات الاستيراد في رينج من 1000 جنيه ل 3500 جنيه. ايوه زي ما سمعت 1000 جنيه. كيسات كويسة لحد ما وتقدر تبدأ بيها سواء في الجيمنج او المونتاج. هقول لك الكيسات اللي تستاهل تدفع فيها فلوسك، والكيسات التانية اللي لو لقيتها ببلاش حرفيا اوعى تجيبها. هكشف لكم عن الكيسات اللي الشركات بتلمعها وبتبيعها للناس على انها جامده وبتشغل جيمز ومونتاج، وهي في الحقيقه مش هتديك غير صداع وخساره فلوس ووجع دماغ. يعني باختصار لو انت ناوي تجيب كيسه استيراد ما تسيبش ثانيه واحده من الفيديو ده. قبل اي حاجه لازم ندعي لاهلنا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من عبادك في كل مكان، اللهم فرج كربهم واشف جرحهم وارحم شهدائهم وكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. طبعا الفيديو ده ترشيحات بس يا صديقي، يعني انا هرشح لك الكيسات اللي انا شايف انها صفقه كويسه والكيسات اللي تبعد عنها عشان ما تخسرش فلوسك. انما لو عايز تعرف كل التفاصيل عن الكيسات ديت زي المميزات والعيوب والانواع المختلفه، فارجع لفيديوهات الاستيراد اللي عملناها قبل كده على القناه، هناك شارح كل حاجه بالتفصيل. وخلينا بقى نبدا باول ميزانيه واللي هي من 1000 جنيه ل 1500 جنيه. عارف ان في ناس هتستغرب جدا من الرقم ده وهتقول ايه ده، هو في حد اصلا بيفكر يجيب كيسه استيراد بالميزانيه ديت؟ ايوه يا صديقي، في ناس ظروفها كده وده اخرها، بس خلينا اكون صريح معاك، الكيسات اللي هتلاقيها في الرينج ده ملهاش اي 30 لازمه، اغلبها بيكون جاي مع معالجات قديمه جدا، معالجات ممكن تبيعها اثار عادي زي الكورت ديو او اجيال اولى من المعالجات اللي خلاص ماتت ومبقاش ليها اي استخدام حقيقي دلوقتي. يعني ببساطه انت بتدفع فلوس في جهاز من العصر الحجري، جهاز مش هيقدر يشغل لك لا العاب ولا برامج ولا حتى استخدام يومي بشكل مريح، فما تخليش اي حد يضحك عليك، وخلي بالك الكيسات دي ماتت خلاص، لو عايز تتصفح بس هاتها ماشي. فعشان كده لو ميزانيتك من 1000 جنيه لحد 1500 انصحك تبعد نهائي عن فكره انك تجيب كيسه. لو تعرف تزود حتى 500 او 1000 جنيه هتلاقي فرق كويس جدا، لكن غير كده صدقني هتكون بتضيع فلوسك على الفاضي. نيجي بقى لتاني ميزانية واللي هي من 1500 ل 2000 جنيه، وصدقني يا صديقي الميزانية دي فيها لعب مش طبيعي حرفيا، في كيسات كويسة فعلا تقدر تعتمد عليها وكيسات تانية اوعى تشتريها. نبدأ بالكيسات اللي لازم تبعد عنها، وهي الكيسات اللي بتيجي بمعالجات من اي ام دي حرف الاي. تاجر الاستيراد هنا بيلعبها صح، يفضل يقنعك ان الكيسه دي جيل 8 او 7 او 10، ويقول لك دي بتشغل العاب ومونتاج وكيسه خارقه، وكل ده بسعر 1500 او 2000 جنيه. ليه يا عم انت ساحر ولا ايه؟ فكرتني باعلان ابو كرتونه زمان. الحقيقه يا صديقي ان الكيسه دي مقلب كبير جدا، المعالجات ديت مش جيل 8 ولا 7 ولا حتى اول، لا دي اقل من الجيل الاول اصلا، يعني انت بتاخد جهاز اضعف من اللي كان موجود من 15 سنه. اللي مخلي الكيسات دي ماشيه شويه يا صديقي الكارت الداخلي بس مش اكتر، وحتى ديت بينصبوا فيها، بيقول لك الكارت الداخلي اب تو 6 جيجا. ليه نينجا ولا ايه؟ والمصيبه بقى يا صديقي انه في ناس عامله تقريبا حاجه اسمها المبادره، يقول لك هات جهازك القديم ونبدله لك بواحده من الكيسات ديت، اللي هو اصلا بيبدل لك خرده بخرده، وكمان بيطلب منك تدفع فرق فلوس. فخلي بالك يا صديقي لانك بتطلع من فخ بتروح للتاني. وزي ما قلت لك قبل كده بلاش تصدق كلام تجار الاستيراد نهائي، لانه في منهم كتير جدا للاسف مش بيتقي ربنا. مشكلتي مع الكيسات ديت هو التسعير والتسويق الغلط، تاجر بيسوقها انها تشغل جيمز ومونتاج وبيعها بسعر مبالغ فيه، لكن لو لقيتها بسعر معقول ماشي عادي، بس اعرف ان اخرك هتتصفح وتلعب شويه العاب قديمه، فعشان كده الافضل تبعد عنها نهائي. وما تقلقش في بدائل تانية في نفس الرينج تقريبا تقدر تديك اداء افضل مقابل فلوسك، تعال اقول لك عليها. تعالوا نتكلم عن واحدة من الكيسات المنتشرة جدا في سوق الاستيراد، ألا وهي الاتش بي إليت 8300. الكيسة دي كانت من فئة الأجهزة المكتبية القوية اللي اتعملت زمان للشركات والمؤسسات الكبيرة، وده يضمن لك إن الخامات بتاعتها وجودة التصنيع عالية جدا مقارنة بأي كيسة عادية في السوق. من ناحية المواصفات الكيسة بتيجي غالبا بمعالج اي 5 374، وده معالج رباعي النواة مناسب للاستخدامات اليومية الخفيفة زي التصفح الأوفيس شغل المدارس والجامعة، وكمان برامج بسيطة زي الفوتوشوب خفيفة أو مونتاج بسيط. في نسخ طبعا بتيجي بمعالجات أعلى أو أقل، بس المنتشر واللي مناسب معنا هو المعالج ده. احنا هنجيب الكيسه برامات 8 ونقدر نزود الرامات لغايه 32 جيجا رامات عادي، والتخزين هنجيب هارد اتش دي دي 500 جيجا، ولو معاك ميزانيه زياده شويه لازم تجيب اس اس دي 128. هتحس بفرق السما عن الارض في سرعه فتح الجهاز والبرامج. من ناحيه الكارت الداخلي اللي في الكيسه هو الكارت الداخلي ضعيف وهو الانتل اتش دي، وده مناسب للالعاب القديمه اكتر، لكن مش هيديك تجربه كويسه ولا في العاب حديثه ولا مونتاج. هو ممكن يشغلك ببجي مثلا 40 50 فريم، وبمناسبه انه في ناس كتير جدا بتدور على كيسه تشغل ببجي، الكيسه دي هتكون كويسه جدا كبدايه لو ميزانيتك من 1500 ل 2000 جنيه.
وبعد كده تبقى تجيب كارت شاشه خارجي وهتاخد نقله اداء محترمه جدا ان شاء الله. كمان يا صديقي عندنا كيسه تانية اسمها زد 220، ودي تعتبر من نفس الفئه بتاعه الاتش بي اليت 8300 بس مع شويه مميزات تخليها بديل احسن في حاجات معينه. الكيسه دي بتجيلك بمعالجات جيل تالت برضه، في منها نسخ بمعالجات زيون بما انها كيسات ورك ستيشن اللي بتديك اداء افضل في الشغل التقيل. طبعا نسخه التاور في الكيسه دي بتيجي بمميزات اكتر عن الكيسه اللي فاتت، زي انه غالبا الباور بيكون اعلى تقريبا 400 واط، وكمان بيكون عندك مساحه اكبر تقدر تركب كارت شاشه باريحيه شويه او تزود هاردات او حتى تبريد. الدنيا هتبقى اسهل معاك شويه لانها كيسه ورك ستيشن اصلا. طبعا يا صديقي هتجيب الكيسه ديت او اللي فاتت خليك في نسخه التاور. طيب يا حود انا هشتري الزد 220 ولا اليت 8300؟ بص يا صديقي لو قدامك 8300 بحاله كويسه وسعر كويس هاتها، بس لو لقيت زد 220 بنفس السعر او اعلى حاجه بسيطه يبقى خليك في ال 220 لانها افضل، بس سعرها ممكن يكون اغلى شويه بيوصل ل 2200 و 2300 على عكس الثانيه اللي ممكن تلاقيها ب 1800 جنيه عادي جدا. في الميزانية بقى من 2400 لحد 3500 جنيه عندنا شوية كيسات استيراد. خليني اكلمك عن كل واحدة فيهم بالتفصيل. اول كيسة معانا هي الاتش بي 600 جي 1. الكيسة دي بتيجي بمعالجات جيل رابع وادائها كويس جدا بالنسبة لسعرها، فاحنا هنجيبها بمعالج اي 5 رابع مع رامات 8 وعرض 500 جيجا، هتلاقيها في حدود 2500 جنيه تقريبا، تعتبر نفس اداء الزد 220 واليت 8300، بس الكيسة دي شكلها مختلف شوية واصدار احدث، فممكن توفر فلوسك وتجيب واحدة من اللي فاتوا وخلاص. بس على العموم هي كيسة كويسة بالنسبة لسعرها. طبيعي ما دام ما فيهاش كارت خارجي يبقى ادائها مش هيكون افضل حاجه، فلازم تبقى تجيب كارت خارجي. وعندنا برضو خيار تاني افضل، ممكن تجيب مثلا كيسه من الكيسات اللي اتكلمنا عليها زي الاليت 8300 بحوالي 1700 1800 جنيه، وتجيب كارت شاشه زي جي تك 650 بحوالي 600 800 جنيه. نروح بقى للكيسه اللي بعدها وهي الاتش بي 800 جي 1. دي تعتبر النسخه المطوره من ال 600 جي 1 وبتيجي برضه بمعالجات الجيل الرابع. الاختلافات بينها وبين ال 600 جي 1 خفيفه جدا، فاللي تلاقيها بسعر كويس هاتها. نخش على الكيسه الثالثه وهي الاتش بي زد 230، ودي بقى كيسه ورك ستيشن معموله للشغل والتصميم والتطبيقات التقيله شويه. الكيسه دي بتيجي بمعالجات جيل رابع برضه سواء كور اي او زيون، تيجي بتبريد وتصميم داخلي احسن من اللي فاتوا. الميزه الكويسه في الكيسه دي انها بتسمح لك تحط كارت اقوى بكتير مستريح حتى لو كان حجمه كبير شويه، ودي النقطه اللي بتخليها تتفوق عليهم، وده بسبب مساحه الكيسه كويسه وكمان الباور اللي غالبا بيكون 400 واط. الكيسه دي هتلاقيها في حدود 3000 3200 تقريبا. دول الثلاث كيسات يا صديقي، لكن بصراحه من الاخر لو انت ميزانيتك وصلت ل 3500 جنيه يبقى ما تشتريش اي واحده من دول. الافضل بكتير انك تجيب التجميع اللي عملناها قبل كده على القناه ب 3500 جنيه تقريبا، ودي فعليا هتديك اداء اعلى بكتير جدا. انا شايف انك ترجع تشوف فيديو تجميع ال 3500 جنيه، هتلاقي الرابط عندك في الوصف وفي اول تعليق، وهتفهم ليه هي صفقه كويسه جدا في الفئه دي. وبكده يا صديقي نكون خلصنا جولتنا مع افضل كيسات السيارات في فئه من 1000 جنيه لحد 3500 جنيه. الكيسات اللي اتكلمنا عنها النهارده تعتبر احسن قيمه مقابل فلوسك، ومش هتلاقي احسن منها في الفئه دي. بس خلي بالك الكيسات دي عشان تبقى فعلا شغاله معاك كويس لازم تعمل لها شويه تعديلات بسيطه، زي انك تركب اس اس دي، وكمان لازم تحط كارت شاشه لو هدفك تلعب او تشتغل شغل تقيل، عشان من غيره الاداء هيبقى محدود جدا. ونصيحه من اخوك، قبل ما تشتري اي حاجه استيراد لازم تتفرج على الفيديوهات اللي عملناها قبل كده عن كيسات الاستيراد، وكمان الفيديو العام عن الاستيراد عموما. الفيديوهات دي هتفتح لك عينك وتعرف انك داخل على ايه بالظبط وازاي ما يضحكش عليك في السوق ده. في الاخر يا صديقي الكيسات اللي رشحناها النهارده هتديك احسن اداء لميزانيتك، بس القرار خير في ايدك، وانا متاكد انك لو مشيت على ترشيحاتنا هتاخد جهاز يشغلك ويخدمك سنين قدام من غير ما تحس انك ضيعت فلوسك على الفاضي. وبس كده يا صديقي، والسلام.